بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة هنبدأ نتعلم فوتوشوب للمبتدئين، هنتعلم الفوتوشوب من الصفر إن شاء الله. هنوصل لمرحلة الاحتراف مع بعض. أولا أنا أحمد سنوسي، أحد المهتمين بتعليم الفوتوشوب، وإن أنا أنقل العلم اللي وصلني للناس التانية. طبعا دي ضريبة العلم. طيب خلونا نبدأ على طول بدون كلام كتير عشان الفيديو ما يطولش معانا. النهارده هنشوف بقى الواجهه بتاعه الفوتوشوب ايا كان الاصدار اللي معاك. بتتكلم بقى في اصدار 2020 او 21 او 22، او لو حتى جهازك قوي وانت منزل فوتوشوب 23. اول ما تفتح واجهه البرنامج عندك هتلاقي هنا كلمه اهي البي اس اللي موجوده قدامك دي. لو دوست عليها اهو بتنقلك للواجهه على طول. اهي دي واجهه الفوتوشوب. لما تخش تشتغل دي البورد بتاعتك اللي انت عايز تشتغل عليها. طيب عايزين نرجع للهوم تاني. هنا عندك الهوم هتلاقي هنا الفايلات اللي انت اشتغلت عليها قبل كده، طبعا مترتبه من الاحدث للاقدم. يعني دي احدث حاجه اشتغلت عليها، وهنا دي اقدم حاجه اشتغلت عليها. طيب لو انت عايز تفتح حاجه جديده بقى، يعني لو انت عايز تفتح بورد جديد عشان تشتغل عليها، تبدا تصمم، تبدا تشتغل علشان تصمم، بتختار من هنا نيو فايل. تمام. او لو انت عندك حاجه جاهزه بي اس دي طبعا، وهقول لك الانواع، الفرق بين البي اس دي والجي بي جي والبي ان جي. تمام. بس ده يعني في البراحل المتقدمه ان شاء الله عشان نفرق لك بين الفيكتور وبين الحاجات دي كلها. طيب من هنا لو انت عندك حاجه عايز تفتحها، انما لو نيو فايل انت بتختار بقى مقاسات التصميم اللي عندك، لان المقاسات بتختلف ما بين صوره وبين التانيه. لو انت هتشتغل حاجه لليوتيوب مثلا، هتشتغل كفر لليوتيوب، غير لما تكون هتشتغل ثاب نيل اللي هي الصور المصغره. حاجات كتيره هنفرق بينها ان شاء الله. طيب الحاجات اللي قدامي دي انا مش شايف. لو انا عايز اغير التشكيله بتاعتها دي، بدل ما هي ايقونات صغيره، لا انا عايز اخليها تظهر لي ايقونات كبيره. من هنا عندي هنا كده بختار زي ما احنا شايفين كده اهو. دي طبعا البدايه، احنا بنتكلم يعني بوضوح كده ومتبين الحاجات اللي احنا هنحتاجها. مش هكلمك كلام اكاديمي كبير علشان ما تتوهش مني بس. يعني ده اخر تصميم انا اشتغلت عليه اهو، موجود اهو. تمام. هنا بقى ده اسمه الفلتر. الفلتر ده لو انت عايز تدور على حاجه من الحاجات القديمه اللي انت اشتغلت عليها مثلا. يعني لو انت عندك اسم حاجه معينه مثلا تصميم كليبنج ماسك مثلا، بتكتب هنا كليبنج ماسك. تمام اهو كليبنج ماسك اهو. الكليبنج ماسك ادي الحاجات اللي تحمل نفس الاسم. تمام. طيب دي كانت البدايه، بس احنا هنتكلم لسه تاني عن الفوتوشوب وازاي بتقدر تصمم، والتصميم ازاي يبقى جيد، وازاي نتكلم في الظل وفي الاضاءه. هنتكلم في حاجات كتير قوي في الفوتوشوب. تابعوا قناتي على اليوتيوب وان شاء الله هنتكلم في كل حاجه لغايه ما توصل لمرحله الاحتراف. شكرا. كان معاكم احمد سنوسي.